قول كلمة نفرح بخدمة وعمل أبونا سمعان المحب والمحبوب. أبونا سمعان من محبته لينا وللمنطقة التي خدم فيها ما يقرب من نصف قرن لم يفارقنا حتى في موته، ظل جسده الطاهر يوارى في هذا الدير الذي تعب كثيرا والذي حفر بيديه كثيرا والذي سهر ليالي كثيرا في صلاة وفي أصوام وفي تعب وفي مضايقات أيضا كثيرة صادفته في الخدمة، لكنه كان كالنسر الذي يحلق في العلاء، فلا ينظر إلى الصغائر ولا ينظر إلى المضايقات، لأنه كان رجل الله بالحق وعينه شخصة إلى السماء، فكان رجل صلاة من الطراز الأول. قلت في أحد الاجتماعات وهو في هذه السن أو في هذا السن كان يقف في اجتماع الصلاة في يوم السبت، والشباب اللي في نص وربع عمره بيبقوا قاعدين. إنسان تذوق حلاوة العشرة مع الله واختبر قوة الصلاة في حياته، وكان يحيا في حياة تسليم كامل لمشيئة الله في حياته. كان يسير بالإيمان، ما جاش في يوم من الأيام وقعد يحسبها بورقة وقلم ولا بالإمكانيات المادية، لكن كان يبدأ بالقليل وعنده ثقة وإيمان إن ربنا هيكمل هذا العمل لأنه عمل الله. كان في الافتقاد يجول ويزور ويفتقد كل المنطقة، وكان كاهن وحده في وسط هذه المدينة، يدخل من بيت لبيت ولم ييأس، بل كان يضع رجاءه كله في المسيح يسوع الذي أحبه، وكان مثل سيده محبا للخطاة والعشارين. ارتضى أن يخدم في هذه المنطقة. الكثيرين هربوا من هذه الخدمة في هذه المنطقة، لكن هو حط المنطقة في قلبه وحط النفوس على قلبه، وربنا استخدمه استخدام رائع وقوي جدا لأنه كان يحيا حياة تسليم. أتذكر الكنيسة اللي تحت قبل ما تتبني كانت بالصاج، وكنت فتى لم أبلغ 12 سنة من عمري، ورأيت بعيني قوة الصلاة، وكنت أول مرة أشوف المشاهد ديت، قوة الصلاة وقوة الكلمة، وكانت الشياطين تصرخ في الكثيرين مرتمية في الأرض. كان أبونا سمعان أخ فرحات قبل كهنوته كان يصلي هو والأخ طلعت قديس والأخ صمائيل على كل هؤلاء المرضى، وكان ربنا يتمجد بصلواتهم، وكانت الشياطين تخرج مخزية من قوة وفاعلية الصلاة لأنه كان منقاد بالروح القدس. أبونا سمعان كان في الحق أشد من الأسود في محبته لأولاده وفي سندته لأولاده. كان يقف كالأسد مدافعا عن أولاده وعن شعبه. كم من مرة راح للقيادات السياسية والتنفيذية، كم مرة راح لرؤساء الأحياء، كم مرة راح للمحافظ، كم مرة كلم الوزراء المختصين. تذكر بس القصة بتاعت إن هم هيشيلوا كم بيت من تحت حافة الجبل، وتحمل المسؤولية وحده وقدم للمحاكمة فعلا، إلا أنه كان يثق
في عدل الله وسندة الله له. وعندما توجه إلى المحامي العام لنيابات غرب القاهرة في ذلك الوقت كان كالأسد الشامخ، وقف مدافعا عن أولاده، والنتيجة أن تم حفظ البلاغ لعدم وجود أي أضرار تسببها تهذيب هذا الجبل، وتقريبا حافظ على أكثر من 100 بيت يحتوي على الكثير من الأسر اللي تقع تحت الدير هنا. كان كالأسد في الحق، لا يهاب ولا يخاف أحد، كان يتكلم كمن له سلطان. كان في خدمته النارية، خدماته النارية، كان الرب يسوع المسيح يستخدمه بقوة، وكان سببا لخلاص الكثيرين في داخل هذه المنطقة وخارجها. وكلنا عارفين المنطقة كانت عبارة عن ايه، وربنا استخدمه من خلال الصلاة والافتقاد وتقديم الحب ومصادقة الناس وزيارتهم. وكان يستخدم البعض منهم يكبروا في إنهاء المشاكل والخصومات. أبونا سمعان أكمل خدمته. أبونا سمعان كان خادم حقيقي للمسيح، يخفي نفسه دايما في وسط هذا التعمير الإنشائي، سواء في هذا الدير أو في الكنيسة تحت والمستشفى ووادي النطرون وأبو تلات. في كل مكان ربنا يستخدمه كان يوسع البناء. أتذكر وكان معايا أحد الأحباء من المنطقة عند تأسيس الكنيسة في وادي النطرون في بيت الراحة، ووجه سؤاله ليا مباشر، قال لي أكيد أنت بتستغرب ليه المساحة الكنيسة ديت كلها. وكان شعاره كل مكان تدوسوا بطون أقدامكم لكم أعطيته. كان عنده رؤية وهدف، كان يرى الذي لا يراه إلا هو، لأنه كان يسلك بالإيمان. وكلنا بنشوف دلوقتي المكان، الصحراء اللي كانت جرداء قاحلة أصبحت مكان لبيت الراحة، تأوي الكثيرين من المؤتمرات الروحية في كل بلاد مصر ومن خارج مصر، يأتوا إلى هذا المكان، يجدوا الراحة الحقيقية في هذا المكان وفي شخص ربنا يسوع المسيح. حمل حياة المنطقة ونقلها، أخطيت من العربيات الكرو الصفيح والدواب إلى العربيات الميكانيكية. عندما أراد محافظ القاهرة أن ينقل هذه المنطقة قال له لا، إحنا هنطور ولادنا، وبنعمة ربنا أولادنا متطورين وقابلين للتعديل. ونقل المنطقة من العربيات الكرو إلى العربيات الأوتوماتيك. وربنا لما دخل المنطقة غير تغيير شامل. بعد ما كانش عندنا أي وسيلة مرافق في المنطقة، أصبحت المنطقة تتمتع بكل الخدمات الموجودة في هذه المنطقة بفضل الصلوات المرفوعة وبفضل وجود الكنيسة في هذا المكان التي أصبحت منارة لكل العالم. أصبحت المنطقة تتمتع بكل الخدمات الموجودة في هذه المنطقة بفضل الصلوات المرفوعة وبفضل وجود الكنيسة في هذا المكان التي أصبحت منارة لكل العالم. دير القديس سمعان أصبح قبلة للزائرين من كل أنحاء العالم، وأصبح الدير ملجأ لكل نفس متضايقة تأتي لتجد الراحة الحقيقية في هذا المكان. عمل نهضة في الكنيسة، وما فيش كنيسة، هقول في مصر كلها، يسامحوني الآباء ويحلوني، ما فيش كنيسة يعني هقول في مصر كلها بتعمل اجتماعات يومية لكل الفئات العمرية، اجتماع واثنين وثلاثة. ولا ننسى ماما سعاد شريكة الدرب والخدمة اللي شالت كل اجتماعات السيدات والشابات، وربنا استخدمها علشان تجذب الكثيرات إليها.
وتريح بنات كثيرة، وتجهز بنات كثيرة، وتسند بنات كثيرة، وتفك من الأسر بنات كثيرة، وصارت أماً لهذه المنطقة بالكامل. احنا بنناديها ونقول ماما سعاد، ربنا يخليها ويديها طولة العمر ويستخدمها لمجد اسم القدوس، ومن مجد إلى مجد، وتكون سبب بركة لخلاص الكثيرين. بنقول له بنحبك يا ابونا سمعان، وستظل في داخل قلب كل واحد فينا يحمل مشاعر البنوة ليك. احنا في كل مكان بنروح بنفتخر ان احنا اولاد ابونا سمعان بالحق، وبنشهد بخدمة وعمل ابونا سمعان معانا. بنقول له بنحبك يا ابونا سمعان، وستظل محبوبا وشفيعا لنا وللكنيسة، نحن اولادك. عشان كده ربنا يدينا، يقول كده الكتاب المقدس: انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. هل لنا الإيمان الذي لابونا سمعان؟ نحن نصدق مواعيد ربنا ونصدق وعود ربنا لينا. هل لينا حياة الصلاة اللي كانت لابونا سمعان يقعد يصلي لحد مع خدمات الشباب، يقعد يصلي معاهم لحد الساعة 12 وواحدة بالليل؟ هل ليك هذه الصلاة؟ وهل ليك هذه العشرة الحقيقية مع الله، وتختبر قوة الصلاة في حياتك وفي حياتك؟ ربنا يدينا نعمة إن احنا نتعلم من حياة أبونا سمعان اللي كان عايش معانا وسطينا، يحملنا دايما في صلواته. نتعلم منه حياة الصلاة، حياة الإيمان، نصدق كلام ووعود ربنا لينا. ربنا ينفعنا بصلواته، وقد صار شفيعا لنا وللكنيسة. ربنا ينفعنا بصلواته، ونقول له اذكرنا أمام عرش النعمة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. كلمة الباشمهندس رفيق الطوخي، رئيس الديوان البابوي والمشرف العام على مؤسسة كنيسة ودير القديس سمعان، نائبا عن قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني. تفضل. الحقيقة في الأول أحب أشكر الآباء اللي ادوني فرصة إن أنا آجي وأقول كلمة في المناسبة دي. بس طبعا والدكتور صمويل الحقيقة، بس مين أنا عشان أتكلم أقول كلمة على قدس أبونا سمعان؟ ده قديس. يعني لازم حضراتكم تعرفوا إن أنا الخدمة بتاعتي إن هو بدأت من 3 سنين، بس أنا حاسس إن أنا أعرف قدس أبونا من 30 سنة مش 3 سنين. الفترة اللي خدمت فيها مع قدس أبونا أنا اتعلمت منه كتير. اتعلمت منه التواضع، اتعلمت منه المحبة، اتعلمت منه إنكار الذات، التسامح. أنا في ال3 سنين فعلا مش متذكر إن قدس أبونا اتكلم على أي شخص كلمة مش مظبوطة، إنه زعل من أي شخص لأي سبب إن كان. فعلا يعني إحنا اتعلمنا منه كتير. فقدس أبونا مثال كبير لينا وشفيع لينا في السماء. ولازم كمان أقول إنه قداسة البابا في أي اجتماعات تملي بيتكلم على المشاريع اللي تقوم بيها الكنيسة عشان خدمة المجتمع وخدمة الشعب. لو بصينا على قدس أبونا هنلاقيه إنه عمل الحاجات اللي بيطالب بيها قداسة البابا وأكتر بكتير. المستشفى اللي هي صرح طب كبير، الحضانة اللي بتعلم الأولاد، ورشة نجارة، أنشطة مختلفة بتشغل حوالي 500 عيلة. الحقيقة قدس أبونا مثال للمحبة، مثال للخدمة، مثال للتواضع، وكلنا بنتعلم منه في كل المجالات دهيت. بالنسبة للقديس دير القديس سمعان الخراز اللي هو كان كله أساسا رمل وزلط، نقدر نشوف دلوقتي إنه بقى منارة مش بس في المنطقة هنا ولا للكنيسة، إنما على مستوى العالم. يعني نعرف عائلات وناس كتيرة جت من أمريكا، جت من أستراليا، جت من أوروبا عشان تيجي تشوف الإعجاز والمعجزة اللي عملها
اللي عملها قدس ابونا سمعان في المنطقه ديت، وده كله كان بارشاد من ربنا ومحبه قدس ابونا. الحقيقه الكلمه اللي كنت بقولها تملي لقداسه البابا انه انا على قد مستوايا شفت اساقفه وشفت كهنه فعلا عملوا كنايس، عملوا مستشفيات، عملوا مدارس، لكن ما شفتش واحد غير في مجتمع. وده اللي عمله قدس ابونا هنا هوت، انه غير في مجتمع، والحقيقه المجتمع كله موجود، وده اكبر دليل على نجاح ومحبه الناس لقدس ابونا. عشان ما اطولش عليكم، انا في النهايه بطلب لروحه الطاهره الراحه والنياحه وتعزيه تسوني سعاد والاولاد والاحفاد، وبكرر الشكر تاني لحضراتكم. دلوقتي معانا الأخ دينيس من نيوجيرسي أمريكا، وخدم مع أبونا سمعان من سنة 82 ل 87. هيترجم ليه الأخ رامز عطلة مدير الكتاب المقدس سابقا. It's a wonderful honor to be with you. شرف كبير قوي إن أكون معاكم. And I apologize for the English, but my Arabic isn't so good. للأسف هضطر أتكلم بالإنجليزية عشان العربي بتاعي ضعيف قوي. أنا بكلم عربي زي النونو. When I came here, I came with a group from the World Health Organization. أنا جيت هنا مع مؤسسة الصحة العالمية. I just came to see the place. جيت بس عشان أشوف اللي بيحصل. But that morning I was reading from the Gospel of Luke. اليوم ده كنت بقرا من إنجيل القديس لوقا. It was a teaching from Jesus that if you're invited to a wedding, don't take the best seat. لما المسيح قال لما تدعي لفرح ما تاخدش أحسن مكان. So I sat in the back. فقعدت ورا. And a man named Nagy asked me to go for a walk. وواحد اسمه ناجي قال لي أتمشى معاه. He said, if Jesus came to Egypt, where would he be? قال لي لو المسيح جه مصر هيكون فين؟ I said he would be in this place. قلت له هيكون في المكان ده. Because he loves the people. عشان الرب بيحب كل الناس. Then we went further for a walk. اتمشينا أبعد شوية. And there were great piles of manure because no one knew what to do with the manure. وكان في سباخ كتير هناك والريحة كانت وحشة. And Nagy said, behold the great pyramids of Egypt. Where was that? Here. فناجي قال اهو دول زي الأهرامات بتوع مصر. There was nothing here. And Abuna Saman said, I want you to come and help me. أبونا سمعان طلب منه إنه يساعده. I had only moved here 2 or 3 weeks before. أنا كنت وصلت مصر من 3 أسابيع. But I know Abuna Saman, he listened to the Holy Spirit. بس أنا عارف إن أبونا سمعان بيتبع إرشاد الروح القدس. We became good friends. عبر السنين بقينا أصدقاء. But he was also a mentor to me. وكان راعي ليا. I became a priest years later. بقيت أسيس بعد كده. And much of what I do, I learned from him. وكل اللي بعمله في الرعاية اتعلمته من أبونا. In fact, one of the greatest regrets of my life was a day that he and I spent together near this place. كان في يوم أنا وهو قضيناه مع بعض هنا في المكان. Actually, there were 2 regrets. فأنا يعني في حاجتين أنا ندمان عليهم قوي. We used to come to this place and give food to a man named Galini. كنا بنيجي هنا ونجيب أكل لواحد اسمه جميل. He told Abuna he could see angels in the ceiling. كان بيقول لأبونا إن بيشوف ملائكة في السقف. I thought either this man is mad, crazy, قلت إما الراجل ده مجنون or I'm a man of little faith. أو أنا راجل ما عنديش إيمان. Well, years later when Abuna Saman began to bring the dirt out of this cave, سنين بعد كده لما أبونا ابتدى يحفر هنا في المغارة دي I realized that I was a man of little faith. فهمت إن أنا ما كانش عندي إيمان حقيقي. Yes, there were angels here. أيوة كان في ملائكة هنا بس أنا ما كنتش شايفهم. My second regret was before the making of this cave. الحاجة التانية اللي أنا ندمان عليها ده قبل ما الكنيسة الكاتدرائية دي تتبني أو تكون يعني كان بس مغارة صغيرة. We were sitting together in the sand. كنا قاعدين مع بعض في الرمل أنا وأبونا. I had decided to go to America to go to the Bible college. قررت أرجع لبلدي عشان أدرس الكتاب المقدس في كلية لاهوت.
Abuna looked at me and said, Brother Dennis, why are you going to America? ابونا بص عليا وقال لي يا اخ دينيس ليه هترجع لامريكا؟ I said, I want to study the Bible. قلت له انا عاوز ادرس الكتاب المقدس. He said, Brother Dennis, St. Paul did not go to America. قال له الرسول بولس ما راحش امريكا عشان يدرس. He went to the desert. راح في الصحراء. He said, Brother Dennis, look around. بص حواليك. You were in the desert. المكان كله صحراء. I wish I would have listened to him. انا ندمان ان ما سمعتش نصيحه ابونا ان اقعد هنا في مصر واخدم معاه. And to stay here with you. وكنت يعني اكون جزء من العمل الرائع اللي ربنا بيعمله هنا. Abuna Saman taught me how to love. ابونا سمعان علمني الحب. He taught me how to show hospitality. علمني موهبه الضيافه. And Mama Suad, she taught me how to eat good food. وماما سعاد علمتني اكل اكل مصري. So that's all I'm saying. My heart is full of love. قلبي بيفيد بالحب. For you who have accepted me as part of the family. لكل الجماعه هنا اللي قبلوني كعضو من الجسد. And all I can say now is keep following our beloved Abuna. كل اللي بقول لكم اتبعوا سيره ابونا المحبوب. Read your Bible. اقروا كلمه ربنا. And love your neighbor. وحبوا كل الناس اللي حواليكم. شكرا. امين. دكتور رفعت اللي ربنا استخدمه معانا في عمل المستشفى الكبيرة اللي في الكنيسة تحت، وله علاقة قوية ومحبة عميقة مع قدس أبونا المتنيح القدس سمعان. يتفضل. أنا ما كنتش مستعد يعني ولا عامل حسابي إني هشهد النهارده عن أبونا سمعان، لكن شباب المسيح لما طلعوا اتكلموا شجعوني إني بنيت فكرة عن الفرق بين أبونا سمعان والآخرين. الشباب كلهم حكوا عن ما يسمى باللقاء المغير. يعني في الإنجيل لما نشوف المسيح نلاقيه ما بيعديش في حياة الناس مرور الكرام. أينما ومتى التقى بأي حد لن تكون حياته قبل ما يقابل المسيح زي ما بعد المسيح. هذا هو التغيير الحقيقي اللي بيبان في السامرية وبيبان في زكا وبيبان في بطرس. تغيير حقيقي. أبونا سمعان كان المسيح جواه حي فعلا، ولذلك كان السهم بتاعه مبري جدا، يعني لازم يرشق، مش محايد، مش تلم، مش بيدي بركة كده وهو معدي، مش بيقول ربنا يباركك. لا 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 لا، هتقف مع أبونا سمعان هتقعد معاه 5 دقايق لازم حياتك تتغير، لأنك ملتقي بالمسيح، مش ملتقي بحد بيدي بركة، مش ملتقي برجل دين، مش ملتقي بخادم، أنت ملتقي مع المسيح. القديس الحقيقي المعاصر اللي أنا شرفت إني أعيش في عصره هو أبونا سمعان. محتاجين تقروا في كتب الآباء عن قديسين كويسين موجودين في أديرة، موجودين في صحراء بيحاربوا الشيطان، لكن قديس معاصر بيغير من حوله كمنطقة وكبني آدمين، هذا هو أبونا سمعان. أنا أشهد إن أنا أشهد إني قابلت أبونا سمعان وأنا عندي 50 سنة، وقد حدث تغيير في حياتي. التغيير الأولاني كان لما اتقابلت مع ربنا، التغيير الثاني لما اتقابلت مع أبونا سمعان. أنا كنت جاي له عبارة عن شخص كنت زمان بخدم وسبت الخدمة بسبب العثرة في الكنيسة وبسبب إني فقدت القدرة على أداء الخدمة التقليدية، إني أتكلم، إني أزور بيوت، إني أقعد مع شباب. سبتها بسبب مشغوليتي، أنا بشتغل في الكويت، فالمشغولية خلتني مش قادر أدي الدور ده، وبالتالي ما بقتش عارف أخدم الخدمة اللي متكونة في الباك مايند في دماغي من ورا. فبالتالي في سنين طويلة مرت عليا وأنا حاسس إني توقفت عن الخدمة أو عجزت عن الخدمة. لما قابلت أبونا سمعان في مقابلة خدت 2 ساعتين أعاد صياغة برمجة دماغي كلها عن مفهوم الخدمة. أنا كنت شبه متعقد لأن كل الإخوة يعني مع احترام الكهنة والوعاظ اللي بيوعظوا ما عندهمش أي صلح مع المال، يعني عندهم مشكلة مع المال. كل الأغنياء هيروحوا النار، كل الأغنياء زي الجمل اللي مش معدي من ثقب إبرة، كل المال بتاعك هيوديك في 60 داهية. فأنا كنت في وقت من الأوقات حاسس إنه إيه ده حتى الأداة اللي معايا وهي المال اللي ربنا أراد إنه يدهاني هي نفسها عصرة، هي نفسها ما ينفعش أخدم بيها، ولو خدمت هبقى بتمنظر، ولو عطيت فلوس فهي حاجة يعني مكرهة. لكن
الكنائس كلها عايزاها. هذا المفهوم المتلخبط معايا لسن ال50 محاه ابونا سمعان في قعده ساعتين لما علمني يعني ايه الذبيحه. انا سمعت مليون وعظه زيكم عن الذبيحه بس ما فهمتهاش غير من ابونا سمعان. الذبيحه هي كائن حي، حاجه جسديه ملموسه تتحط على النار تتحرق فتصعد. انت عندك صحه، هاتها حطها على المذبح، احرقها، ابذلها. عندك وقت، هاته حطه على المذبح، احرقه، ابذله، يصعد، يبقى آلاف. عندك كلمه، احرقها. عندك نصيحه، احرقها. عندك علم، احرقه. عندك اي عطيه ربنا عطاها لك، عندك ذكاء، ولع فيه على الارض، اخدم بيه، يتحول الى ذبيحه. وقتها ابونا سمعان صحح لي المفهوم ده، قال لي لا يا ابني، مين قال لك كده؟ المال بركه واحنا محتاجين المال، بس يروح فين؟ مش بمزاجك بقى. علمني الدرس الثاني انه بطرس وكان تلميذ، والمسيح قال له انت وانت صغير بتمنطق ذاتك وتقود نفسك حيثما تشاء، يعني دماغك مودياك حتى في الخدمه. وده معناها انه لسه ما اتنقلتش النقله الثانيه. لما تكبر ويكون عندك حكمه هتجيب حد تاني يمنطقك اللي هو الروح القدس ويقودك حيث لا تشاء. انا اذكر ان ابونا سمعان من اكتر الناس اللي انا كنت مختلف معاهم. ابونا مش عايزين نعمل الحاجه دي، يقول لي طب نصلي يا رفعت. ها الروح القدس قال لك ايه؟ اضحك اقول له قال لي اللي حضرتك بتقوله مظبوط. في بناء المستشفى اختلفنا كتير، كان الدور الاخير بيتبني وبعدين قلت له ابونا يعني عايزين نعمل دور تاني رعايه صحيه. قال لي لا لا لا، ده هيبقى كنيسه، ده دور صلاه. قلت له يا ابونا احنا عندنا يعني ما شاء الله كنائس متلتله والناس تعبت وعظ، عايزين نعالجهم. ضحك قال لي ما هي المستشفى دي مش بتعالج، المستشفى دي بتغير نفوس، فاحنا لو ما صليناش للنفوس دي واحنا فوق الروح القدس مش هينزل تحت في قلوب اللي بيتعالجوا ويغيروا. انا فخور بان اتغيرت على يد ابونا سمعان. وانا وانتوا فخورين ان احنا عاشرنا وعاصرنا قديس ماشي على الارض بكل ما تحمله الكلمه من معاني. عايز اقول ان اولاد ابونا سمعان مش هنا في مصر بس، لكن في خارج مصر. وقد ايه هم كانوا بالبدايه اللي بدوها معاه هنا، لكن تعليمه ومحبته ما زالت في قلوبهم. هشارك بس بهاني أدري دميان وزير المالية الأسبق لمصر. هو بس كان عنده كورونا وقال لي لازم تقرأ الكلام ده هو. وبعد كده الدكتور محب سعد زغلول من أولاده هنا خدم معاه في الكنيسة هنا، والمهندس جمال برتي من أولاده أيضا. يعني في حتت صغيرة هيقولوها دلوقتي بتاع الميديا هيجهزها. كلمة هاني أدري وزير المالية: في ذكرى وحب قدس أبونا القمص سمعان إبراهيم، مستقيم الإيمان ثابت الرجاء، سلام لكم يا نور المسيح. فتوهج كنيسة المسيح المجيدة المتزينة عبر الأزمنة بكل بذل ومحبة من قديسيها وخدامها الأمناء، إنما هو استعلان فرح مجيد يكرز بكل فخر ودون استحاء بجوهر برها ومطلق جمالها الذي هو الرب يسوع المسيح عريسها وفديها الذي لا ننتظر آخر سواه. عندما يحين الحديث عن هؤلاء القديسين الأمناء فلا يجب أن نغفل أبداً عن واقع صراعاتهم في انتصاراتهم الحياتية والإنسانية في كل يوم، بل ندرك تماماً أنهم أصحاب همم متجددة مفعمة بثبات الرجاء والإيمان أمام كل ما تواجهه إنسانياتهم من إحباطات فأمال، من فشل فنجاحات، من آلام فشفاءات، من شقاء ففراحات، من سقطات فقيامات، من حروب فانتصارات. هي انتصارات تعظم بالذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا. فما من شك أن كل مواجهاتنا الإنسانية هذه لن تربك رسالتهم قط، ولا هي استطاعت أبداً أن تعيق مسيرتهم ولا أن تخدش عزمهم، وإنما بالحقيقة زادت إيمانهم بريقاً ووهجاً
وقلوبهم اتساعا يحتضن كل جماعة المؤمنين دون كلل، بل هو أيضا كل مقاصدهم من كل عقيدة ومن كل شعب ومن كل لسان، بصفتهم خليقة الله المستحقة لفيض محبة دون تميز. هم رعاه لا يكلون أبدا ولا يفترون، بل كمنتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. فذكراهم هي تأمل معاش في مسيرة ذلك الانتصار، وسيرتهم إيمان معاش في تلك الخدمة الباذلة بكل آلامها وانتصاراتها. وحياتهم هي جوهر بر تتزين به الكنيسة في كل جيل. وجهاد قدس أبونا سمعان إبراهيم الذي أنار بمحبته حياة الكثيرين وأثمر فيهم ثمارا حية، سواء بأبوته الفياضة أو بصلواته المستجابة أو بمعجزاته مشهودة الذي تممها على الرب على يديه، ستبقى بركاتها الغامرة متوارثة لأجيال وأجيال. كما إن ذاك الثمر الذي رعاه في حياته إنما هو ثمر وفير سيظل مصدر شبع لنا ولبيوتنا، وسيتبع سيرته العطرة في كل مكان، بل سيتبع أيضا سيرة تلك القلوب المصلية والركب الساجدة خلفه وكل من حملوا النير معه ومن سيحملونه بعده. إن محبة قدس أبونا سمعان الباذلة وجهاده الأمين سيفتح لنا أبواب الملكوت السماوي، بركة صلواته الإيمانية الذي عشناها معه، وبركة رجائه الثابت الذي عيناه سنوات وعقود، فلتكن معنا ومعكم أمين. هاني أدري دميان وزير مالية مصر الأسبق. كلمة دلوقتي الدكتور محب، وبعد كده جمال برتي. يقول الكتاب المقدس في عبرانيين 13:7: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. فكل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير يظل مغروسا في النفوس. فهنيئا لمن يزرع الخير والحب بين الناس. حقا هنيئا لك يا أبي الغالي مطوب الذكر أبونا سمعان إبراهيم، هذه القامة الروحية الذي منحه الرب بفضائل روحية كثيرة سخرها في خدمة الكنيسة وشعبه، فلم يبخل من وقته أو من صحته أو من خبراته الروحية عن شعبه في كل مكان، بل قاد كثيرين إلى التوبة، ولم يبخل بلحظة واحدة عن مساعدة وافتقاد أولاده في الضيقات والأمراض والأحزان، بل أحاطه الرب أيضا بشفافية عالية عن أمور كثيرة لمستها أنا شخصيا في حياتي، فأنا مدان له بمستقبلي ومستقبل أولادي وزوجتي بل وأخوتي، حين كنت رافضا الهجرة تماما، وألح علي بقوة بالسفر، وكلف الدكتور صمويل بمتابعة كل شيء معي، وكما لو كنت عضوا من أسرته الصغيرة. بل عند قدومه إلى كندا سنة 2011 قام بمسح كامل في كنائس كندا يبحث عني حتى التقينا أيضا. وفي عام 2016 باركني بمنزلي في كندا. حقا كان أبي راعيا أمينا، وهذا ما يتماشى بقول الكتاب المقدس في متى 25:13: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. هنيئا لك الفردوس يا أبي سمعان، اذكرنا أمام عرش النعمة كي يرحمنا الرب ويغفر لنا خطايانا إلى أن نلقاك. سلام يا آبائي، لو سمحتوا لي يعني أتكلم عن علاقتي بأبونا سمعان، ربنا يريح نفسه وينفعنا بصلواته. بداية معرفتي بأبونا سمعان كانت أول مرة أشوفه كان يوم 12 أبريل 92 ساعة افتتاح المستشفى، بحكم أن أنا كنت دكتور سنان مسؤول عن قسم الأسنان في المستشفى. نقطتين أنا أحب أتكلم فيهم عن أبونا سمعان: حكمته وأبوته. هتكلم الأول على حكمة أبونا سمعان. في يوم كان عندي واحد عيان، وبعد ما مشي من عندي جات لي واحدة من الممرضات وقالت لي أبونا برام عايزك تحت. ما أعتقدش إن أبونا برام ممكن يكون لسه ستيل فاكر القصة دي. المهم يعني نزلت لقيت العيان قاعد عنده تحت، وأبونا برام ابتدى يكلمني، فيعني لقيت ان انا ما ينفعش ان انا ارد ولازم انهي الحديث، فاستاذنت منه، قلت له معلش استاذن من قدسك بس عشان انا سايب عيانين فوق وارجع لك تاني. المهم طلعت خلصت العيانين، وما طبعا يعني ما نزلتش. وبعدين وانا مروح قابلني ابونا سمعان داخل الكنيسه.
فينك يا دكتور ومحدش بيشوفك وبتاع، تعالى نقعد مع بعض شويه. المهم ايه، طلعنا قعدنا مع بعض شويه في المكتب، كلام جاب بعضه، فحكيت له على اللي حصل. فهو ما ردش، يعني ما كلمش، ما قاليش معلش ما هو يعني ده ابونا، ما قاليش اي حاجه. قال لي طب بص، انت تعمل حسابك تيجي تحضر معايا القداس بكره ونفطر مع بعض. قلت له ربنا يسهل يا ابونا. قال لا مفيش حاجه اسمها ربنا يسهل، قول امين. قلت له يعني ربنا يسهل، انتوا طبعا يعني كلنا عارفين ان كلمه ربنا يسهل عند ابونا سمعان يعني ايه، ان اللي قدامه مش حاطط الموضوع في دماغه يعني. فقلت له خلاص يا ابونا امين، ربنا يسهل ابقى موجود اجي بكره. المهم رحت حضرت فعلا القداس مع ابونا، وطلعنا بعد كده على المكتب عنده، رفع سماعه التليفون واتصل بالكافتيريا، يا جماعه هاتوا لي فطار انا والدكتور محب. يا دوبك بيحط سماعه التليفون لقينا ابونا برام داخل. رفع سماعه التليفون تاني، زود يا عم اعمل حساب ابونا برام معانا. وابونا برام قعد، وانا فوجئت يعني برد الفعل بتاع ابونا سمعان، وفوجئت اكتر برد الفعل بتاع ابونا برام. بس زي ما احنا بنقول عندنا هنا لايك فازر لايك صن، اللي احنا بنقول عليه من شبه اباه فما ظلم. كويس. فوجئت بابونا سمعان بيقول لابونا برام انت يا ابونا مزعل الدكتور محب منك ليه؟ فوجئت بابونا برام انا مزعل الدكتور محب مني، وقام قايم بيعمل لي انا مطني. طبعا انا ما استاهلش يعني، لكن اللي انا عايز اقوله ان هو بحكمته قدر يلم الموضوع بسرعه ويصفي النفوس بسرعه من غير ما يبقى فيه حد شايل من حد. وللامانه انا ما انا فاكر الحدث كان ايه، ولو سالت ابونا برام عليه برضو دلوقتي ما اعتقدش ان ابونا برام هيبقى فاكره. بس دي نقطه من النقط الجامده جدا اللي انا لمست فيها حكمه ابونا سمعان في المعامله مع الناس ومع ولاده اللي حواليه. عارفين لما حد فينا يكون رايح مصلحة حكومية، حاجة أمنية، بنك، حاجة مهمة يعني، وتبقى رايح مش عارف حد، أو إنك أنت رايح وليك معرفة، ليك سند، ليك ظهر. الحقيقة بعترف أمامكم إنه لما أبونا سمعان سافر السماء حسيت إن أنا بقى ليا ظهر فوق. يمكن أنا ليا ناس كتيرة انضمت للكنيسة المنتصرة، أبويا، أمي، ناس من فريقنا، لكن الحقيقة سفر أبونا للسماء كان مختلف. كنت حاسس إنه لينا حد قريب قوي، شفيع قوي. أي واحد فينا كان يقدر يدخل مكتبه في أي وقت يقول أنا محتاجك، صلي لي. وأنا متأكد إن ده مش عندنا بحث بس في فريقنا، ده أكيد ده في ناس كتيرة قوي حاسين إنه أبونا سمعان بقى لينا ظهر في السماء، حببنا في السماء، قربنا من السماء. تعالوا نقول الترنيمة سنين طويلة مضت ودايما الرب معتني بيا. سنين طويلة مضت والرب معتني بيا، وكل يوم محمول على الأزرع الأبدية. يسوع بيا تمسكني في مراعي الحب قايدني، ويسوع بيا تمسكني في مراعي الحب قايدني. بارك الملوك يا يسوع يا سيد الأسياد، نفوسنا في اشتياق تاخدنا للأمجاد، واتملى فيك بعنايا يا يسوع يا غالي عليا، واتملى فيك بعنايا يا يسوع يا غالي عليا. يسوع سباني بحبه والقلب بفرحان، وعد يجينا من مجده وتنتهي الأحزان، تبقى السما كلها ليا وأعظم ما فيها فدية، تبقى السما كلها ليا وأعظم ما فيها فدية. قرب يجينا يسوع ياخدنا عالساحات ويمسح الدموع،
نسعد بيه في الأبدية، نفرح أفراح سماوية، نسعد بيه في الأبدية، نفرح أفراح سماوية. ملك الملوك يا يسوع، يا ربنا المجروح، نفوسنا في اشتياق أن تمتلئ بالروح، وتفيد يا ربي فيا بمواهبك الروحية، وتفيد يا ربي فيا بمواهبك الروحية. على الآلات نعزف له بلحنه الجديد، نغني ونرنم له بأعزب الأناشيد، نسبحونك في جماله ونشاهد مجد جلاله، نسبحونك في جماله ونشاهد مجد جلاله. ملك الملوك يا يسوع، يا سيد الأسياد، نفوسنا في اشتياق تاخدنا للأمجاد، واتملى فيك بعنايا يا يسوع يا غالي عليا، واتملى فيك بعنايا يا يسوع يا غالي عليا. بشوق وحنين وصبر سنين بكل يقين وإيمان، لسما شخصين ومنتصرين نشوفك بالعيان. يا غربة خلاص ضاعت الأيام واليوم ده مش هيعود، بنت العلامات هانت الصعوبات محلى اليوم الموعود. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. نصعد بهتاف وبصوت البوق ومسحنا إلينا، نهتف على طول نشهد ونقول مجدا لك يا فدينا. امين تعال يا مسيحنا تعال، ارواحنا بتنادي، حقق وعدك ابسط لطفك ده شعبك مستنيك. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. كان دايما ابونا يقول لنا كده ترنيمه ايها الفخاري الاعظم، عد واصنعني وعاء اخر زي ما يحسن في عينيك. تعالوا نصلي الترنيمه دي بنقول لقلوبنا، وكاننا بنقول يا رب يا ابونا احنا بننفذ اللي انت كنت بتطلبه مننا. أيها الفخاري الأعظم، ملك الخزف بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. أيها الفخاري الأعظم، ملك الخزف بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك.